السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة حلويات إيمان. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كيف ما وعدتكم غادي نتقاسم معكم الحلويات ضمن التشكيلات ديال الحلويات ديال العيد. أي حاجة خدمتها غادي نشاركها معكم، سواء فيديوهات حطيتهم ديجا في القناة ولا الفيديوهات الجداد. المهم أي حاجة درتها راه غادي نتقاسمها معكم إن شاء الله. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والشكيلات يعجبوكم ان شاء الله وتجربوهم. راه في متناول الجميع، ساهلين ماهلين دغيا توجدوهم به فيه. ما كيطلبوش بزاف ديال الوقت، وندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه بالعرض البطيء من طبيعه الحال، غادي نحتاجو ربع ديال الزبده، كاس ديال الزيت، كاس ديال سكر كلاصي، وكاس ديال الكوك، جوج بيضات وخماره والطحين على حسب الخليط مغربل من طبيعه الحال. بسم الله. اول حاجه قبيصه ديال الملح وربعه ديال الزبده. بالنسبه للقبيصه ديال الملح ديما كنلوحها في القصريه، واخا ما كنبينها لكمش في الفيديو. ملي تنغسل القصريه ديالي وتنشفها ونبغي نخدم شي شكل، قبيصه ديال الملح، عاد كنمشي نجيب المقادير الاخرين. والطحين مغربل من طبيعه الحال واخا ما تنذكروش، والبيض من طبيعه الحال مغسول. هادشي كامل واخا ما تندوزوش قدامكم، ولكن راه تنخدم بهذه الطريقه. المهم على اي ربعه ديال الزبده وكاس ديال السكر كلاصي مع كاس ديال الزيت. انا كان نكب كاس ديال سكر كلاصي مع نيت كاس ديال الزيت باش هكا تسهل عليا الزبده باش نمعكها. صافي، من بعد غادي نزيد كاس ديال الكوك، وغادي نجمع المقادير. الطريقه بحال كتستخدموا، المهم الطريقه ديال دواز اتاي. اي عنصر ضفناه نخدموه مزيان مزيان. صافي، من بعد راه غادي نزيد جوج بيضات، وفي هذا الاثناء الفران راه شعلته كيسخن. والطريقه ديال الطياب ديال هاد الحلوه ديال الغريبه ديال الكنافه، راه العافيه تتكون، الفران تيكون سخون، والعافيه تتكون متوسطه، ما تكونش مهيله بزاف باش ما تيبش الحلوه، وما تكونش مجهده باش ما تبقى لكمش ما طيباش من الداخل. من بعد ما كملت التشكيل ديال الحلوه كامله، شكلتها على شكل هاد الكرات كاملين 15 غرام 16 على حسب القياس اللي نتوما باغيين. صافي، من بعد ما طيبتها غادي ندوز نفينيها. العسل من طبيعة الحال راه ضروري يكون سخون باش هكا ما تعذبكمش في الفينيسيو ديالها. وغادي ندوزوها في الكنافة اللي حمرت، ما درت لها لا زيت لا زبده لا والو، حمرتها عادي في واحد المقيله على نار مهيله باش هكا يجي اللون ديالها مذهب كيف ما غادي نوريكم من بعد. ضروري تكون العافيه مهيله للكنافه باش يكون اللون ديالها زوين، وتجي زوينه في التزيين ديال الحلوه ديالنا. صافي، في هاد الاثناء راه غادي نرد العسل باش تزيد تسخن شي شويه، حيت حسيت بها مازال قاصحه وغادي تعذبني باش نفيني هاد الحلوه. يعني خص العسل تكون جاريه باش دغيا تهز ليا الحلوه في وسط منها. صافي، صدقوني يا البنات، هاد الحلوه صراحه تجي زوينه وتدوب في الفم. والمقادير ما فيهاش بزاف ديال المقادير بزاف، وتتجي حتى في الحطه ديالها زوينه. ها نتوما كي تيجي الشكل ديالها، تيجي الشكل ديالها رائع. وتتطلبوا بزاف في هاد بحال هاد الاعياد تيطلبوا بزاف هاد الدواز اتاي وهاد الغريبات. تيبغيو الحلاويات يبدلوا، تيبغيو عاود الكليان يبدل. المهم جربوها ان شاء الله، راه ما غاديش تندموا عليها. صافي، من بعد ما هانتوما الشكل ديال الكنافه اللي قلت لكم قبيله، الشكل كله مستوي في التحمار وزوين. المهم غادي ندوزو الحلوه ديال رافاييلو اللي كندير في وسطها لوزه مقليه. غادي نحتاج ليها ربعه ديال الزبده، وغادي نحتاج كاس ونص ديال سكر كلاصي، وكاس ونص ديال الزيت، وجوج كيسان ديال مايزينا، وغادي نحتاجو لجوج بيضات، وغنحتاجو الفاني.
بالنسبه للمقادير ما دوزتهمش بالعرض البطيء هكا، حيت ما راكم عارفين ملي تكون شي كوموند هكا ما تيكونش الوقت انك ت... تحطي وتعاودي تهزي وتعاودي تصوري. التصوير تيجي شي شويه صعيب مني تنبغي نجمع هكا الشكيلات في مره واحده. المهم ان شاء الله كنوعدكم ان هاد المقادير غادي نحطوهم ليكم في صندوق الوصف ان شاء الله. راه كيقولوا لي البنات باش نبقى نحط المقادير في صندوق الوصف، ولكن راه تنسى. دابا غادي نحط لكم هادو ان شاء الله غادي نحطوهم. بالنسبه للطريقه كيف ما خدمنا الغريبه ديال الكنافه، غادي نخدموا حتى هاد الغريبه ديال رافايلو. صافي غادي نستمر بهذا الشكل حتى يتجانسوا لي هاد العناصر كاملين ونحصل على واحد العجينه اللي هي لينه. وبالنسبه للقوام ديال العجينه كلهم خص العجينه تكون مرخوفه، اي دواز اتاي كيف ما كنقول لكم في جميع الفيديوهات، العجينه تكون مرخوفه باش ينجح معكم دواز اتاي. صافي غادي في التالي انتما تتشوفوا من بعد ما درت الزبده والزيت والنشا وزدت سكر كلاصي، غادي نزيد 2 بيضات وغادي نجمع بالطحين. هاد الحلوه ما فيهاش الخميره. صافي غادي نزيد الطحين وغادي نبقى تنزيد الطحين بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه ديالي ونحصل على واحد العجينه اللي هي مرخوفه وتيسهل عليا نشكلها. من بعد راه غادي نوري لكم القوام من طبيعه الحال ديالها. هذا هو القوام ديال العجينه ديالي. صافي اللوز راه فسختو وقليته في الزيت وغادي نعمر به الحلوه. الغرامات كيف ما تيسولوني البنات الغرامات، المهم 15 غرام 14، ما تفوتوش 16 غرام فيها. تتكون فيها لوزه وكتخشيوها في الفران مع فيها الزبده كتنفخ. المهم بحال هاد الشكل اللي كيكونوا فينيين برا بالشوكولاط مثلا والكوك تيكونوا هازين في الفينيسيون، حاولوا ما امكن تصغروهم باش مني يتفيناو كيجيو في الحجم ديالهم هما هادوك. صافي هذا هو، هذه هي الطريقه باش خدمت هاد الحلوه ديال رافايلو. تتجي حتى هي هشيجه وتدف في الفم وما غاديش تشبعوا منها. وبالنسبه لواحد الاخت سولاتني في لي كومونتير قالت لي اش من زبده باش كتخدمي. بالنسبه للزبده باش كنخدم ما كنخدم بحال هاد الغريبات اللي شفتو الفيديو اللي قبل من هذا وهذا، خدمت بالزبده راقيه ديال العبار ديال 5 كيلو هي اللي كنخدم بها. صراحه هي ولا لدا كيرجعوا دواز اتاي رائع، احسن من المارغارين من طبيعه الحال راه كنخدم بها الصابلي. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما ساليتها في التكوار. صافي الفران راه سخون من قبل، من بعد راه طيبتها وها هي من بعد ما طابت تذهب اللون ديالها. العافيه تكون لا الفران يكون سخون والعافيه تكون متوسطه بحال الطياب ديال الكنافه. غادي نغطسها في الشوكولاط الابيض كالا اللي استعملت وغادي ندوزها في الكوك ميدم. الكوك البنات ضروري ما يكون نوعيه جيده. من مور هاد القطعه غادي نوريكم واحد الشكل باش تعرفوا ان الكوك نوعيه جيده. انا تناخذ الكوك نوعيه جيده وما تي هذا من كنتقدا الصراحه ما عمره عطاني شي كوك ما زوينش. ديما كنصادف الكوك اللي هذا، ولكن حتى هو راه زاد في الثمن. الله يلطف بينا وصافي كلشي غلا كلشي الله يجيب الرزق والتيسير. هذا هو الشكل ديال رافايلو من بعد ما فينيتها. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نسالي جميع الحبات اللي عندي، وهاد الغريبات كاملين غادي نديرهم في الكويغطات. ها نتوما معكم شي شويه ديال الكوك ما بين يديكم راه تيطلق الزيت باش تعرفوا نوعيه جيده. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا اللي جات رائعه لا في الشكل ولا في المذاق، لا هي ولا الغريبه ديال الكنافه. كلهم وضعتهم في الكويغطاس باش هكا يجي الشكل ديالهم زوين. صافي وبالنسبه لرافايلو راه استفتاح حتى هي في البلاطو، درت ليها وريقات ديال النعناع هكا غير باش يردوا عليها شويه اللون. صافي هذا هو الشكل ديالها من الداخل.
وجربوهم، وغير اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. دائما تنقولها لكم، اي استفسار او سؤال خليوه لي في التعاليق، نجاوب عليه. مرحبا. صافي. وبالنسبه لهاد التشكيلات ديال الحليوات من بعد ما ساليتهم، راه دزت خدمت البحلاوه. واخا ما غادي ما تقاسمتش معاكم فاش طحنت الكاوكاو، ولكن ان شاء الله فيديو جاي ان شاء الله غادي نحاول نحطها لكم، الطريقه باش طحنت الكاوكاو والمقادير بالضبط. بالنسبه للعجين ديال البحلاوه، احتاجيت هنا 300 غرام ديال الطحين، قبيصه ديال الملح من طبيعه الحال، معلقه ديال السكر كلاصي، وغادي نحتاجو 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده. زبده نوعيه جيده من طبيعه الحال. صافي غادي نحاول ندخل هاد الزبده في الطحين كيف ما كندير في الخدمه ديال حلويات اللوز، تا كتلبس لي الطحين بالزبده. عاد باش غادي نزيد العناصر الاخرى، وغادي من مورا هادشي غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء زهر، وغادي نكمل الماء عادي ديال الروبيني. صافي العجينه تكون ما تكونش مرخوفه بزاف، وغادي ندخلوها للمجمد الى زربانين واحد شويه، ولا الثلاجه الا ما زربانينش حتى الغد اللي يعاودوا يخدموها. المهم ترتاح شي شويه العجينه عاد باش تخدموها. جربوا هاد العجينه ديال بحلاوه حتى هو رائع. وهذا هو القوام ديال العجينه من بعد ما جمعتها. وبالنسبه لهاد الطحانه اللي غادي نوريكم ديال داماي، ديال الطحانه ديال اللوز والكاوكاو وجميع اي حاجه بغيتو تخدموا بها طحنوها في هذا شريتها. صراحه تنصح الحلاويات كاملين ياخذوها اللي عندها الامكانيات. خديتها ب 21 الف، المهم 20 الف ريال، وتوصل ب50 درهم. الصراحه غتنفعني بزاف. يلا خدمت بها، طحنت بها هاد الكاوكاو، وطحنت بها واحد العقده ديال اللوز، وعجبني الصراحه. عجبتني الخدمه ديالها، حيت شي مرات كتبغي تطحني الحاجه مثلا اللوز كتفسخيه شي مرات وكتصيفطيه للعشاب، كتلقاي العشاب عامر وكيبقى اللوز حتى كينشف، وكتولي العقده ضايعه لك. من الاحسن هذه تكون في دار اي حلاويه كتخدم الحلوه، تكون دائما عندها، راه تنفع صراحه. وشي مرات كتجيني الكوموند ديال الحلوه د اللوز مزروبه، وتنعكز نخرج نطحن اللوز، وكنولي راده ديك الكوموند غير على حساب هاد القضيه ديال انني نخرج ونطحن اللوز وهذا. المهم اضطريت انني نشريها، وشريتها بالحمايه. ما يمكنش دير تخدم بلا ما يدخلوا دوك هاد البطونات صراحه. باش ما كان نحاول المهم نحاول نشري راحتي. الوليدات الصغار راكم عارفين تنخاف يقيسها شي واحد، واخا بيناتهم 300 درهم ديال الفرق، ولكن المهم بنادم يشري حاجه زوينه من الاحسن. صافي كاضافه. وصافي المهم طحنت الكاوكاو اللي درت فيه نص كيلو ديال الكاوكاو، ودرت 250 غرام ديال سكر كلاصي. الا ما بغيتوش تكثروا الحلاوه ما تكملوش 250 غرام. وغديروا شويه د القرفان، النكهه ديال النطا او النكهه ديال القهوه تجي رائعه في البحلاوه. وغادي ديروا شويه ديال الروح ديال الزهر، والزبده سبيسيال نوازيط غادي ديروا 3 ديال المعالق او اكثر، على حسب العقده، باش ما تزيد لكمش بزاف عينكم ميزانكم. مازال غنتقاسمها معكم مباشره. صافي بالنسبه للعجينه راه درت لها بحال الطريقه د لاباط فيوتي، وهي اسهل طريقه باش تخدموا البحلاوه. المهم قسمتها على جوج ودلكت باش ما بغيتش كنت كندير واحد الطريقه كنت تكرفسني. كنت ندير واحد الطبقه ونرش مايزينا، ندير طبقه اخرى نرش مايزينا. هذه الطريقه معاونه بزاف. صافي غادي ندير الطبقه الاولى ديال العجين يكون رقيق كما شفتوه في الفيديو، وغادي نحاول نعمر الكاوكاو ديال العقده ديال الكاوكاو ديالي. ما تطحنوش بزاف وما يتزيد لكمش بزاف. المهم الطريقه ديال العقده ديال البحلاوه راه معروفه، ماشي بحال العقده ديال البريوات. صافي غادي نسرح سرحت العجينه الاخرى،
وراه رقيقه حتى هي كما تتشوفوا انتم تتشوفوا يدي كتبان من تحتها. صافي غادي نحاول نلبس العجينه اللاطه، وغادي نقطع دوك الجوانب اللي هما شايطين. صافي وهذيك العجينه من طبيعه الحال غادي نحتفظ بها، ما غاديش نضيعها. وراه العجينه ما شاء الله ما كتقطع ما والو، غير تبعوا الطريقه وضبطوا المقادير، راه غادي تنجح معاكم ان شاء الله، واخا اللي كديرها اول مره. صافي غادي نقطعها على حسب الحجم اللي انا بغيت ديال البحلاوه. بغيتو تعبروا ديروا شرائط هكا بشي كرتون هكا ولا شي مسطره هكا باش تديو العبر. هو هذاك انا عارفه العبار عيني ميزاني. صافي غادي نقطع بالنسبه لدوك الجوانب اللي كيشيطوا، راه ماشي مشكل، راه ضروري اي حاجه غادي يشيطوا لكم فيها هاد الجوانب. صافي في هاد الاثناء راه الفران كما قلت لكم سخون. هاد الشي كامل خدمته في نفس النهار، ما شاء الله اللهم بارك. صافي غادي نجيب اللوز اللي فسختو وقليته في الزيت، غادي نحاول نثبتو فوق البحلاوه ديالي. صافي وغادي نجيب زبده نوازيط، غادي نحاول نكبها على اللاطه كامله باش تشرب ليا ديك العجينه الزبده. وكما تتشوفوا راه ما وصلش شي بلايص، ولكن غندخلها للفران كلها غادي تسيح بدرجه الحراره اللي في الفران. صافي من بعد ما طيبتها هذا هو الشكل ديالها، تيجي فيها واحد اللون مذهب رائع ما نقول لكمش. والعسل من طبيعه الحال غادي نسقيها بهذا العسل، وغادي نحاول نقطع بالسكين دوك البلايص عاوتاني اللي قطعت قبل ما ندخلها للفران، باش هكا العسل تشرب، باش هكا البحلاوه ديالي تشرب ليا العسل كامله. كما تتشوفوا نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يعجبكم ان شاء الله. وصافي هذا هو القوام ديالها. دابا راه ما غاديش نكمل معاكم الفينيسيو ديالها حيت مازال سخونه، بغيت غير نمونطي الفيديو ونحطو، وغادي نخليه حتى لغد الله يتبرد عليها العسل عاد باش غادي نفينيها. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريها لكم وهي مفينيه كامله. دابا غنوريكم غير شويه ديال واحد جوج حبات هكا غير باش تشوفوا القوام ديالها كي تيجي. نتوما ملي طيبوها خليوها حتى تبرد عاد باش تفينيوها. ما تنساوش اللايك البنات اللي كتفرج، اللايك والبارطاج، الله يحفظكم ويسهل عليكم كل ما صعب. وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم الزوينه. وشكرا بزاف للناس اللي تفاعلوا مع الفيديو اللي قبل من هذا، عجبني الحال بزاف داكشي باش اضطريت انني ما نحبسش ونستمر في الحطان ديال الفيديوهات. خليت لكم الراحه والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.